السلام عليكم أحبائي، واليوم جيت لكم بوصفة طيبة ولذيذة، وأكيد راح تعجبون تقولون هذا فلافل. أما هذا فلافل لا هو بالحمص ولا هو بالحمص المجروش مثل ما البعض يستخدمون. ودا تشوفون داخلها ودا تشوفون شكلها، طعمها رهيب، وهو العدس الأصفر. طبعا هنا عندي العدس الأصفر نقعته مدة 4 إلى 5 ساعات وتركته، بعدين صفيته. بالنسبة للمكونات اللي نحتاجها بهاي الطبخة أو هاي الأكلة، وهو البهارات عبارة عن الموجود قد أمامكم، وهو البابريكا، كمون، فلفل أسود، وعندي كمية من الملح، وبالإضافة اللي عندي البهارات العنبة، وعندي المعدنوس والبصلة والثوم، وعندي هنا العدس، وعندي حبة من البطاط اللي أنا مسبقا سلقتها وجهزتها، وأكيد بعدين راح نحتاجها. بالنسبة للمكونات اللي احنا نحتاجها بهاي الوصفة، طبعا أول شي هنا خلي أقول لكم مو بالضرورة أن نستخدم مكنة اللحم. عندنا محضرة الطعام هذا اللي تشوفوه صغير، طبعا وفى وكفى عندي وانطاني نفس النتيجة اللي تعطيني مكينة اللحم أو المثرمة مثل ما يقولون، الثرامة عفوا. لأنه العدس عندنا أساسا إحنا 4 إلى 5 ساعات إحنا كنا منقعيها. وتعرفون العدس يكون طري، مو مثل الحمص أو حمص المجروش. بالنسبة للمكونات اللي أنا استخدمتها أو المقادير، هي كوبين قياسي من العدس الأصفر، حبة من البطاطا اللي لازم يكون حجمها شوية كبير وبعدين سلقتها وجهزتها، حبة من البصل، 4 حبات من الثوم، كمية من المعدنوس، بالإضافة البهارات اللي نحتاجها هي نصف ملعقة طعام البابريكان، ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة طعام من فلفل الأسود، وعندي نصف ملعقة طعام من البهارات العنبة. بهارات العنبة بالنسبة لهاي الوصفة تحتاجوها، وراح يعطي طعم شوية غريب للفلافل اليوم مالتنا. في حالة ما متوفر عندكم تقدرون تستبدلوها بالبهارات الكركم الأصفر عفوا. بالنسبة هنا بعد ما عندي خلطة المكونات ودا تشوفون شلون أصبح وشلون صار، كأنه استخدمت مثرمة اللحم. ماكو أي فرق، لأنه مثل ما قلت لكم العدس طري. بالنسبة لهاي الطبخة أو هذا النوع من الفلافل، حالها حال الفلافل العادي اللي احنا نسويها بالحمص. أنا يعني دائما أحاول أسوي كيلو من الحمص وأجهزه وأخليها على جنب، أثرمها طبعا وأخلي كل المكونات وأخليها بداخل أكياس وأخليها بالفريزر. في حالة جربتوها وحبيتوها تقدرون تستخدمون نفس الطريقة، تسوون الكمية المطلوبة وتخلوها بالفريزر، ووقت الضرورة تطلعون من عندها الكمية وتخلوها تذوب، وبعدين تبدون بالقلي. بعد ما عندنا خلطنا كل المكونات هنايا، راح هنايا أضيف عندي البهارات اللي مثل ما ذكرت لكم. بالنسبة للطراوة أو السمك الموجود هنا أمامكم، بعدها شوية طري، لأنه لا تنسون إحنا ضفنا البطاط عادة تكون بداخلها نوع من النشا، فلهذا وكانت هي أساسا حارة، فهنا صارت العجينة طرية. فراح أتركها بالبراد لمدة ساعتين 3 لحد ما يجي دور بأنه أقلي. هنايا بالنسبة للبهارات كلها ذكرت لكم، بالإضافة هحتاج نصف ملعقة طعام من البيكنج باودر، بس ما راح أضيفه هسه. ليش؟ لأنه أنا ما راح أبلش بالقلي، بعد ما أكمل وقبل ما أجي أبلش بالقلي راح أضيف عندي البيكنج باودر اللي احنا نحتاجها. هنايا بعد ما عندي ضفت كل المكونات وجهزتها وتشوفون طري عندي العجينة صارت، ماكو أي خوف من عندها. راح أتركها وبعدين راح تشوفون شنو المقصود. وبعد ما ينترك ويبرد ويتجانس كل المكونات تتجانس مع بعض، راح تشوفون القوام يختلف عن هسه. بعد ما كملت هنا راح اغطيها، لانه لازم نغطيها ونخليها بالبراد، لانه لا تنسون احنا مستخدمين الثوم والبصل، واحنا ما نريد تكون ريحة داخل البراد ويسبب لنا مشاكل ويا باقي الاكلات او الخضروات الموجودة بداخل البراد. راح اتركها على جنب، بعد ما يجي دورها ان شاء الله راح تشوفون النتيجة. بعد ما عندي هنا كملت وغطيتها راح اتركها بالبراد. بالنسبة للصوص اللي انا استخدمته وحبيت أشارككم بيها، طبعا هي اختيارية. البعض يحبون العنبة، والبعض يحبون أو الصوص اللي هي احنا نستخدمها ويا الراشي أو ويا اللبن أو الزبادي مثل ما يقولون. فحبيت أشارككم بيها. أنا هنا استخدمت حبة من الثوم
اللي هنا راح استخدمته بالصوص، وراح استخدم طبعا 3 ملاعق من الراشي أو الطحينة، بالإضافة راح أحتاج ملعقتين كبار من الزبادي، وكمية من الليمون، راح أحتاج الملح بالإضافة للفلفل الأسود. طبعا هناي هاي النوع من الصوص احنا دائما هم نستخدمها ويا الشاورما أو ويا الفلافل حسب رغبتكم، فأني حبيت أشارككم تكونون وياي حتى تشوفون الطريقة اللي أنا أسويها. ضفت كمية من الملح وضفت كمية من الفلفل الأسود، بالإضافة 3 ملاعق من الراشي أو الطحينة، بالإضافة ملعقتين من الزبادي، وهذا القوام المطلوب. راح أتركه بالبراد، وبعد إن شاء الله ما عندي يجهز الفلافل، وهنايا بعد مرور ساعتين عندي كاملة برد العجينة، ودا تشوفون القوام أصبح غير شكل. في حالة إذا شفتوا العجينة عندكم طرية تقدرون تضيفون ملعقتين من الدقيق أو ملعقة واحدة. هنا جدور ضفت البيكنج باودر، راح أخلط المكون كلها مع بعض حتى تتجانس. بالنسبة عندي طريقة لامتحان العجينة مالتي، كيف أعرف العجينة ناجحة حتى عندي أثناء التشكيلة ما راح مثل شكلها يخرب أو تفتح عندي. طبعا أنا راح أستخدم قالب الفلافل نفسه. اخذ القالب الفلافل هناي اسويه على تشكيلة الفلافل، ماكو اي فرق، واشوف اثناء ما اجي اخليها او اتركها يعني من القالب، راح تشوف براحتها تسرح مثل ما يقولون من القالب، وهي العجينة الصحيحة. عندي العجينة هنايا ناجحة، فمو بالضرورة أنا أستخدم دقيق أو أضيف دقيق للعجينة مالتي. هناي بعد ما عندي كمل هنايا بديت بالقلي، وتشوفون شلون انتفخت عندي الفلافل وأصبحت هشة، وإن شاء الله يا ربي راح تجربوها وراح تعجبكم. يوم سعيد عليكم وعلينا بالخير والبركة يا رب.